فلو عندك بيزنس حاول تربط منتجك بقصة أو شعور. إزاي حملة واحدة قدرت تخلي الناس يرتبطوا بالشركة مش بس كمنتج لكن بالمشاعر. في أواخر التسعينات ماستر كارد كانت بتواجه منافسة شرسة من شركات زي شركة فيزا، لكن بدل ما تركز على الخدمات المالية العادية زي بطاقات الائتمان عملوا حاجة مختلفة تماما. في 1997 أطلقوا حملة برايسلس اللي بتقول ببساطة في حاجات الفلوس ممكن تشتريها وفي حاجات ما تتقدرش بفلوس، ودي البرايسلس. الفكرة هنا إن ماستر كارد ما ركزتش على السعر او على المزايا التقنيه، لكنها ركزت على مشاعر العملاء، وده اللي خلى الحمله تعلق مع الناس. طب ليه حمله زي دي نجحت جدا؟ لانها مش بس بتتكلم عن الدفع والشراء، دي بتتكلم عن التجارب الانسانيه. لما تحضر مباراه كوره مع ابنك، لما تروح رحله مع عيلتك، لما تحقق حلمك او تعمل انجاز، فده برضه برايسلس. الحمله ركزت على اللحظات اللي بتحسس الناس بالسعاده وبالانجاز، ودي اقوى من اي اعلان بيتكلم عن بطاقات الائتمان. ماستر كارد عرفت ان المشاعر هي اللي بتبيع مش المنتج نفسه.